القرآن علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده الإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيده وجعلناه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حجة الإيمان، ففي أول خطبة في هذا المسجد المبارك أتحدث إليكم أحبة الإيمان عن أمر من أوامر الله، عن أمر من أوامر الله تعالى، وكذلك هو أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهو بناء المساجد. بناء المساجد قد أمر الله تعالى به من 7 سنوات، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بهذا الأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابه، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على بناة المساجد، وكذلك قد أخبر بذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة الإيمان، بناء المساجد هو استجابة لأمر الله تعالى، إذ أن هذه المساجد لا تؤسس ولا تبنى إلا من ذوي الإحسان، إلا من ذوي الإحسان. فالبخيل لا يخرج الصدقات، والمتكبر لا يخرج الصدقات. وهذه المساجد التي أمر الله جل وعلا بها إنما استجاب لها من أمته صلى الله عليه وسلم ذوي التقوى والصلاح. قد ذكر الله جل وعلا مثنيا على بناة المساجد وعمارها، فقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تقوى والصلاح، من آمن بالله واليوم الآخر، وماذا بعد؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، كما صح عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في كل حي، وأمر أن يقيد ويطهر، وأمر أن يقيد ويطهر في كل حي. يقول العلماء: أي في كل قبيلة، في كل عشيرة لابد أن يبنى مسجد يصلي فيه الناس، لأن هذه المساجد يخرج منها الحافظة، يخرج منها أهل الصلاح والتقوى، يخرج منها الذين يخافون الله في عباده. فهي مدرسة تدرس بها عقيدة المسلمين الصحيحة، ويدرس بها منهج النبي أبي بكر وعمر. هي مدرسة يخرج منها حفاظ كتاب الله، يخرج منها أهل الأخلاق الحسنة الطيبة وبالمروءة الصالحة. وليس مسجدا يصلى فيه، بل مسجدا يأمر بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمدح سقطا بنى الله له بيتا في الجنة. إذا هو سببا في دخول الجنة، لأن هذا الحديث يدل على أن هناك مساجد هم من أهل الجنة، قد حكم الله جل وعلا لهم بجنة عرضها السماوات والأرض. وقد
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عده امور وذكر منها ومسجدا بناه إذن هذا مما يلحق العمل في قبره. وإن هناك المساجد وعمار المساجد ليس أن يكون مسجدا كاملا من جميع أبوابه، بل لو تبرع بطريقة واحدة أو بشيء يسير سيكتب له هذا العمل في أعلى عليين عند الله جل وعلا، لأن الصدقة تكون في يد الله جل وعلا سيرضيها له حتى تكون كالجبال يوم القيامة. ولا يدري العبد المؤمن في أي حسنة يدخل يوم القيامة الجنة، ما يدري، لعلها حسنة لم يعلها بالا، فإذا بها تدخله الجنة يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فادعوا الله عباد الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أحبة الإيمان، بناء المساجد له ثمر، لأن الله جل وعلا إذا أمر بأمره، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمره بعد هذا الأمر توجد ثمرة. وأي ثمرة يرجوها العبد؟ إنما يرجو العبد أن يسعى له في قلبه، ويرجو العبد أن يدخل الجنة. فأبشركم أحبة الله بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال إن الله جل وعلا يوم القيامة ينادي، إن الله جل وعلا يوم القيامة ينادي أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة يا رب ومن ينبغي له أن يجاورك، من ينبغي له أن يجاورك يا رب؟ قال أين عمار المساجد، أين عمار المساجد؟ هؤلاء جيران الله جل وعلا يوم القيامة. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عملا صالحا وحسنة جارية للعبد في دنياه وآخرته، ويكون له سكينة يدخل بها الجنة. فأوصي نفسي وإياكم أحبة الإيمان بالعمل الصالح والصدقة لبيوت الله تبارك وتعالى، فإنها خير ميزان وخير سكينة وخير رجاء تقود العبد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اعلم أحبة الإيمان أن الله جل وعلا أمر بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما لا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين وعلى الخلفاء الأربعة المهديين الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم وعنا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعز بفضلك كلمة الحق والدين المبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل لنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه القرية وما جاورها القرى آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها بفضلك متى تشاء يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اسمع إلى رحمتك وبارك على من تشاء هذا المتاع وعلمته بالله من خير وإحسان ولمن صلى وبارك فيه